يا صباح يوم جديد، يا صباح الطاقة الإيجابية. النهاردة طبعا احنا قايمين من النوم الصبح نفكر هنطبخ ايه ومحتارين، فقلنا نعمل أكلة خفيفة وحلوة نعملها جميلة كده ونغير اليوم النهاردة ونغير المود بتاعنا. الأكلات الخفيفة اللي على المعدة الحلوة دي نعمل أكلة حلوة وناكلها ونشوفها تدينا الطاقة. وهنعملها ازاي؟ هنجيب البصلة بتاعتنا ونشوحها في حتة زبدة، شوحيها كده يا دوب تصفريها، بس مش لازم تحمريها قوي. مجرد ما تصفر معاك كده تقوم نازله عليها بالفلفل الحامي والثوم. تقطعي الثوم شرايح كده وتقطعي قرن فلفل حامي عشان يدي الاكل طعم حلو كده. ولو عايزه تحطي بارد حطي بارد برضو، دي حاجه ترجع لك انت، بس انا بحب الاكل عندي كله يبقى حامي. ديت كده هنشوح الثوم، بس هنشوحه كده مش هنصفره، يا دوب تشم الزيوت العطريه بتاعته كده وهي طالعه عليكي كده، ريحتها حلوه تجنن كده. واول ما تحسي ان هي خلاص الريحه طلعت عليكي وبقت جميله، نجيب بقى معجون الطماطم بتاعنا وننزل بيه. بس قبل ما نجيب المعجون الطماطم تعملي لايك وتعملي شير للفيديو. جبنا الطماطم بتاعتنا ونزلنا بيها على البصل بتاعنا. شوفي البصل الاحمر لونه غامق ازاي، لان لونه احمر. البصل الاحمر بيكون طعمه جميل احلى من البصل الابيض، بيكون طعم. وننزل بالتوابل بتاعتنا، الملح والفلفل والكمون والبهارات بتاعتك، وتقومي جايه مقلباها كلها يا دوب تشمي ريحه البهارات طالعه كده. يعني انت يا دوب تديلها تشويحه بس عشان الزيوت العطريه بتاعت البهارات تبقى حلوه في الصلصه بتاعتك. وبعد كده تقومي جايه نازله عليها بكوبايه شوربه. لو عندك ميه مش هتبقى حلوه، هي بتبقاش حلوه الا بالشوربه، لازم يكون عندك شوربه. تحطي الاول كوبايه ميه، وبعدين نجيب بقى الكوسه بتاعتنا اللي تجنن دي، ما شاء الله مخططينها ومقطعينها ومخلينها جميله، وننزل بيها على الصلصة بتاعتنا. ما شاء الله أكلة خفيفة وحلوة قوي على المعدة، حلوة للمعدة وخفيفة. وبعدين تزودي شوربة على قد الكوسة، بس ما تكتريش الشوربة، لأن الكوسة بتنزل المية بتاعتها، فما بتحتاجش مية كتير أو شوربة كتير. هي بتبقى طعمها حلو بالشوربة، لو هي بمية بتبقى طعمها كده صيصة ومش حلو. واحنا طبعا في اليومين دولت أيام الكوسة، طرح الكوسة الجديد، الكوسة البلدي، فبتبقى ايه طعمها حلو ومسكرة وجميلة. فطبعا اوعي يفوتك ان انت تعملي الكوسة الجميلة دي في الفرن. ما شاء الله صينية كوسة تجنن، ما شاء الله تفتح النفس. شوفي الكوسة جميلة ازاي، وهي دي الكوسة بتاعتنا. بتخليها ناشفة شوية كده، ما يبقاش فيها صوص كتير، بيبقى صوص شوية صغيرين كده علشان تبقى طعمة وطعمها حلو. لو الصوص بتاعها كتير بتبقى مش طعمة، ولو ناشفة بتيجي تاكليها بتزهقي منها. لازم تخلي الصوص بتاعها متوسط وتغرفيها كده في الطبق التقديم، وما شاء الله حاجة طعم مفيش بعد كده. كوسة جميلة واكلة خفيفة وحلوة على المعدة، وتستاهل ان انت تعملي لايك للفيديو وتعملي جلوب 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 كتير كده للفيديو بتاعي. وان شاء الله نشوف فيديوهات تانية كتير وهتعجبك، واللي مشتركتش في القناة تشترك في القناة بتاعتي.